عمرك مسكت الموبايل ولقيت نفسك بتسرح في صور المشاهير على السوشيال ميديا؟ يعني واحد مسافر، واحدة عاملة شد ونفخ وفحت وردم، واحد بيفرجك على بيته الجديد واللي بيطل مباشرة على المريخ، فتبتدي تحس انك مش عايش في الدنيا وانه قد ايه الدنيا جاية عليك. يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ لو الاحساس ده بيجيلك يبقى الفيديو ده علشان هات كوباية القهوة اللذيذة بتاعتك وتعالى اقول لك الزيتونة. في البداية كده لازم نسأل ليه مخنا بيعمل فينا كده؟ وازاي السوشيال ميديا خلتنا بقى عندنا هوس بالمقارنات؟ أول حاجة لازم تعرفها إن السوشيال ميديا دي عاملة زي لوحة الإعلانات، كل واحد بيعرض فيها أحسن حاجة عنده، يعني مثلا عمرك شفت واحد منزل صورة وهو صاحي من النوم وشعره منكوش؟ أو واحدة منزلة صورتها وهي بتغسل المواعين؟ طبعا مفيش، كل واحد بيظهر لك اللقطة الحلوة اللي بتثبت إنه شخص ناجح، وبيخبي باقي الفيلم اللي هو عارف إنه مليان مشاكل وتعب، وإحنا بقى للأسف مخنا بيصدق. طيب هنرجع لنفس السؤال، ليه مخنا بيعمل فينا كده؟ ده لأن في لعبة بتتلعب جوه دماغنا بطلها ماده سحريه اسمها الدوبامين، واللي خلاص اتعلمنا من الفيديوهات السابقه انه هرمون السعاده والمكافاه في الجسم. المشكله ان الدوبامين ده المفروض ان مخنا بيفرزه لما بنحقق حاجه كويسه او انجاز، لكن مخنا كمان بيفرزه لما بنشوف حد تاني بيحقق نجاح. يعني لما تشوف صوره لواحد جايب فراري ولا جايب فيلا ب3 جناين مثلا، مخك برضه بيفرز دوبامين لكن بكميات اقل، كانه كده بيقول لك يا عم شوف غيرك عمل ايه، يمكن انت كمان تعمله يا موكوس. بس اللي بيحصل اننا بدل ما نتحفز بنفضل قاعدين نقارن نفسنا ونقول شايف الناس اللي عايشه، فتبدا تدور اكتر واكتر على صور واخبار لناس ناجحه، وده لمجرد ان جسمك يرتاح بشويه دوبامين، وبتدخل في دوامه كبيره من المقارنات وبتدمن الاحساس الوهمي ده، كانك بالظبط بتجري ورا سراب علشان تاخد جرعه سعاده سريعه. مش بس الدوبامين على فكره اللي بيلعب بيه، لا طبعا عندنا مجموعه من النظريات العلميه اللي اتكلمت عن الموضوع ده وبتفسر الالعاب اللي بتحصل علينا. تابع الفيديو للاخر عشان خاطر تعرف ايه النظريات دي وتعرف الحل للمشكله دي هيكون ازاي. ولو لسه ما عملتش لايك واشتركت في القناه اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا نعرف الاسباب. نظريه الذات المتباينه دي بتقول ان كل واحد فينا عنده 3 صور لذات، الذات الفعليه ودي الحاجه اللي انت عليها دلوقتي او الحاله اللي انت عليها دلوقتي، الذات المثاليه ودي الحاجه اللي انت بتتمنى تكون عليها ودي اللي بتشوفها على السوشيال ميديا، واحد في قمه اللياقه البدنيه والتاني بيسافر كل يوم بلا تشيك والتالت مليونير من ولا حاجه. الصوره الثالثه اللي بنشوف نفسنا بيها اسمها الذات الواجبه، ودي الحاجه اللي بتحس انك لازم تكون عليها عشان خاطر ترضي الاخرين او المجتمع. السوشيال ميديا بقى بتخلينا نشوف الذات المثاليه للاخرين طول الوقت، وده بيزود الفجوه بين ذاتنا الفعليه وذاتنا المثاليه اللي احنا بنشوفها على الشاشات. الاحساس بالفجوه دي هو اللي بيجيب مشاعر سلبيه زي الحسره، الاحباط، الغيره. تاني نظريه معانا اسمها التحيز التاكدي، ده بقى صديقنا اللدود اللي بياكد لنا اي حاجه احنا مصدقينها او حاسين بيها. يعني لو انت حاسس بشويه نقص او تقصير، مخك هيركز على الحكايه دي وهيركز على اي حاجه تشوفها على السوشيال ميديا تثبت لك الاحساس ده. مخك بيقول لك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. شفت الراجل ده ناجح اهو وانت لا، شفتي البنت دي بقت حلوه ازاي وبتلف في العالم وانت لسه قاعده هنا زي خيبتها باللكلوك الارنوب. هو بيدور على الدليل اللي ياكد لك وجهه نظرك السلبيه حتى لو الكلام ده كان غلط او الصوره دي كانت مش كامله، فمخك مش بيساعدك هنا، هو للاسف بيحط رجله معاك في الفخ. نظرية المقارنة الاجتماعية دي بتقول إننا كبشر بنحب نقارن نفسنا باللي حوالينا علشان نفهم مكانتنا ونقدر نقيم نفسنا. زمان كنت بتقارن نفسك بجارك اللي عنده جاموسة زيادة، أو بابن عمك اللي جاب درجات أعلى منك في الامتحان، أو بصاحبك اللي جاب مكنة صيني وأنت لسه معاك عجلة. يعني كان نطاق المقارنة محدود وواقعي نوعا ما. لكن دلوقتي السوشيال ميديا فتحت علينا هايبر ماركت مقارنات، بقيت بتقارن نفسك بملايين الناس في كل مكان في العالم، وطبعا كل واحد فيهم حاطط أحسن حاجة عنده في الواجهة، فمخك بيشوف كل الإنجازات دي ويقول لك إيه يا عم العالم، انت لسه واقف في مكانك زي ما انت والعالم كله بينجح وبيحقق احلامه. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ ودي بصراحه مقارنه غير عادله بالمره يا صديقي، لانها مقارنه بين حقيقتك انت وصوره غير كامله لغيرك. طيب يا اسامه بعد ما عرفنا الكوارث دي نعمل ايه؟ نقفل السوشيال ميديا خالص يعني ونرمي الموبايلات؟ لا طبعا، انت عارفني عمري ما هقول لك كده، كل مشكله وليها حل. السوشيال ميديا ليها مميزات كتير، الفكره اننا نتعلم ازاي نستخدمها صح وازاي نحمي مخنا من لعبه المقارنات علشان ما نبقاش عايشين في هم ونكد طول الوقت. لازم تفهم ان السوشيال ميديا هي لقطه متاخده مش فيلم كامل. افتكر دايما ان في كواليس محدش بيوريها لك، وان اي حياه فيها تحديات، محدش حياته بتبقى ماشيه زي المسطره كده على طول. تاني حاجه لازم تركز على تقدمك انت، قارن نفسك بنفسك القديم بدل ما تبص على غيرك، بص على نفسك اللي فاتت وايه اللي حققته وايه الخطوات اللي اتقدمتها حتى ولو كانت خطوات صغيره. فكر في نقطه انت كنت واقف فيها قبل كده وشوف انت دلوقتي وصلت لفين، ساعتها هتبقى البطل الوحيد في سباق حياتك. تالت حاجه اعمل ديتوكس للسوشيال ميديا. يعني ايه الكلام ده؟ جرب تاخد
بريك يوم في الاسبوع او ساعه في اليوم من السوشيال ميديا، هتلاقي نفسك مرتاح اكتر ومخك مش بيتعرض للعصف الذهني ده، وهتكتشف ان الدنيا لسه بخير. حاجه اخيره، بص على النعم اللي عندك. حاجات كتير انت شايفها عاديه غيرك بيحلم بيها، صحتك، اهلك، اصحابك، حتى لو كوبايه الشاي او القهوه اللي بنشربها دلوقتي. الامتنان ده بيشغل مناطق تانية في المخ بتخليك تحس بالسعاده والرضا، وبتخليك تشوف اللي عندك مش اللي ناقصك. في النهايه الابحاث بتقول ان اكتر حاجه بتاثر على صحتنا النفسيه بالسلب هي المقارنات، واهم نوع من المقارنات هي مقارنات السوشيال ميديا. فكر دايما ان اللي بتشوفه ده مش الحقيقه الكامله. قيمتك في مين انت بجد، قيمتك في مجهودك، في الحاجات الحلوه اللي بتعملها، قيمتك في رحلتك انت. كتير قوي من اللي بتشوفهم دول بيحسوا بنفس الاحساس بالظبط، بس مش بيطلعوه لك على السوشيال ميديا. كل واحد عنده كواليس في حياته. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وساعدكم تفهموا اكتر عن نفسكم. ما تنسوش لو بتحبوا المحتوى اللي بنقدمه تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. وعندي ليكم سؤال اخير، مين اكتر حد بتشوفه على السوشيال ميديا بيخليك تحس بالاحساس بتاع المقارنات ده؟ وهل الفيديو ده غير وجهة نظرك فعلا؟ شاركوني في التعليقات. سلام.